توجه رئيس الصومال السابق محمد عبد الله فرماجو إلى تل أبيب مرتين في زيارات سرية للقاء نتنياهو، ورافق الرحلة بلال عثمان وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي. ذكرت التايمز أوف إسرائيل أن الاجتماع بين فرماجو ونتنياهو استند إلى ما وصفوه بالعلاقة بين البلدين، لكن لم يعلن أي من الجانبين عن الاجتماع. في 22 من آذار مارس 2019 التزمت الصومال الصمت في إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإسرائيل، وهي المرة الأولى التي تضيع فيها دولة عضو في جامعة الدول العربية فرصة إدانة الدولة اليهودية لإلحاق الأذى بشعبها فلسطين. وبحسب أحد دبلوماسي الحكومة الصومالية أمر فرماجو السفير الصومالي في سويسرا فتويم عبد الله محمود بالتزام الصمت حيال تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2019 الذي أدان إسرائيل، والذي فسر على أنه انحياز لليهود. لم يعترف الصومال أبدا بأي شيء يسمى دولة إسرائيل، ولا توجد علاقة دبلوماسية بينهما، بصرف النظر عن زيارة وعلاقة رئيس الصومال السابق فرماجو باليهود. رفض التصويت. أراد الاعتراف بإسرائيل وبقوة الرئيس الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو، لكن الشعب الصومالي احتج عليه. وأخيراً تم انتخاب رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي في مقديشو، حيث تنافس العديد من المرشحين، وانتخب السيد حسن شيخ محمود رئيساً للصومال الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.